يا ده انت باين عليك دخت قوي يا سي عبد العزيز. وكنت هقع كم مرة لولا دعاء الوالدين. ولاد الحرام كتير. ايه اللي حصل؟ واحد زميلنا يا ستي في المصلحة عايز يجوز اخته، خلاني في يوم قاعد على القهوة بلعب معاه طاولة. يلا يلا يا دش، يلا يا ولد. الدش ينفعك في الحر ده يا سي عبد العزيز. يا خساره جالك شيش بيش. وماله يا سي احمد، الاوين لسه في الطاولة، وعلى رأي المثل الميدان واخره. لا انا واكل قبل منك، انا بس عايز بقى جهار ياك. العب الجهار. يا رب. دش دش. يا سلام على اخر قشاط، كان هيروح عليك القيم. وما كانش الدش كان يبقى فيه فايدة. لا انت اللي حظك كويس. لا في حاجات يا سي احمد، بقى بعد دختي وانا مش عارف اتلم على بنت الحلال يبقى حظي كويس. اسمع يا عبد العزيز يا اخوي، نعم. انت جدع ابن حلال ومستقيم. وانا خلي بالك كنت بختبرك من بعيد لبعيد. احسن تكون خمرجي ومرتي تكون من الجماعه اللي وليه كده؟ انا عندي طلبك يا عبد العزيز، بس ربنا يوفق. مين؟ الحقني. صبرك صبرك. شوف الصوره دي الاول. وريني. الله، دي فيها شبه منك. جميلة يا احمد افندي. دي تبقى اختي. اختك؟ ايه رايك تيجي تزورنا يوم الجمعه الجايه وتتعرف، يمكن يكون فيه نصيب. والله يا احمد افندي، انا ليا الشرف، لكن ما اقدرش ادخل بيوت علشان ما يبقاش فيها احراج. ولا احراج ولا حاجه، الجواز اسمه ونصيب. معلش سامحني يا احمد افندي. طيب اسمع يا عبد العزيز. نعم. انا عندي فكره. الحقني. يوم الجمعه الجاي الساعه 3 بالظبط تقف لي قدام شباك التذاكر في سينما بلس، كانك مستني واحد صاحبك، وانا اكون جاي انا وهي وعاملين نفسنا هندخل السيما، واسلم عليك واقدمكم لبعض كأن المساله بالصدفه. ايه رايك؟ والله موافق، بس على شرط. اتكلم. تحلف لي ما تقولهاش ابدا على الحكايه دي لحد ما تاخد كلمه مني. والحاجه التانيه ما نقعدش جنب بعض في السينما عشان ما تفهمش الفوله. انا هقطع صاله وانتوا اطلعوا بلكون. اتفقنا. شرف. شرف. بلكون قدام.